ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عاملين ايه؟ وحشتون. اشوف بقى الفطيره الحلوه دي احنا عملناها ازاي كده. بصوا ما شاء الله عليها اهي فطيره كده حاشيها بالكريمه. عامله لها كده مهلبيه، حاشيه بالمهلبيه، عامله لها مهلبيه حلوه كده وحاشياها. بصوا ما شاء الله عليها عامله ازاي وطالعه سليمه وحلوه ازاي. اقطعها بقى كده كده، اقطعها كده، قطعتها كلها اهي كده. بصوا ما شاء الله حتتها عامله ازاي. بصوا كده محشيه كلها اهي متقطعه مكعبات. بصوا الارضيه وادي الوش بتاعها ما شاء الله عامله ازاي كده اهي. خلص دي بس كده. بصوا طالعه ازاي خرط سليمه وما شاء الله عامله ازاي. وده بقى كان فيديونا النهارده، ونعمل ايه الفطيره الحلوه دي بقى ازاي. المقادير اهي بقى عشان الفطيره الحلوه دي. اللهم صل على النبي. عندي نص كيلو لبن، وعندي سمنه كده مفككاه بس بسيط كده على النار، يعني اخد الكميه اللي انا عايزاها، مش شرط احط السمنه كلها. وعندي معلقتين 2 كوبر نشا، وعندي معلقه ونص جوز الهند، وعندي اللهم صل على النبي معلقتين 2 سكر. الشربات ده بقى ما عملتش الشربات عشان الشربات ده كان عندي في التلاجة كده بارد، طلعته من التلاجة. وعندي ورقه فانيليا. تعالوا شوفوا بقى نعمل المهلبيه بتاعت صينيه الجلاش الحلوه دي ازاي. معلقتين 2 نشا كبار، هما معلقتين، انا معايرهم معلقتين 2 نشا كبار كده. وهحط اللهم صل على النبي معلقتين السكر برضو كبار، وهحط معلقه جوز الهند. ادي معلقه ونص جوز الهند، دي بتديها طعم حلو وريحه حلوه. انتوا عارفين ان جوز الهند عامه طعمها حلو. اقلبها كده بقى على البارد. والورقه الفانيليا مش هحطها الا لما اطفي عليها علشان ايه يبقى ريحتها حلوه كده كده. وهحطها على النار. وعندي نص كيلو جلاش على النار، واسيب النار كده تلتين ما تبقاش عاليه علشان ايه ما يشطش ويكلكع منك بسرعه. ويدفي كده اقلبه تقلبتين كده، واسيبه بقى عشان اللبن ساقع على ما يدفى. وهجيب كده ده تاني طاجن الوسطاني بين الكبير والصغير. وهجيب السمنه كده واتهمه ارضيته كلها. احط حبه سمنه كده واتهن الارضيه والجناب بتاعها كده دهنه حلوه كده علشان ايه تبقى حمرا وكده وما تلزقش. عشان صينيه الجلاش دي اللهم صل على النبي بتتقلب، عشان الوش بتاعها ما بيبقاش مظبوط كده زي الارضيه، علشان انتوا عارفين هو جلاش. بصوا دهنتها وفيها سمنه في الارضيه حلوه كده، هتتسمى حلوه كده. افتح لك الجلاش وفتها كده. اللهم صل على النبي. واخد ايه بقى، فردتها اهو ورقتين كده. بلاش الورقتين دول عشان الورقتين دول متقطعين، خليهم احطهم في الورق. دول 3، اخد 2 علشان ايه تبقى مورقه وحلوه كده. مش هتنيها، هسيبها كده في الجناب اهي زي ما انتوا شايفين كده، وادهنها كده سمن. كل ورقتين 2 ادهنهم سمن كده. دول حطيتهم كده. هحط الورقتين الجايين دول احطهم خلف خلاف كده، مش كله في سوا واحد، علشان ايه اطبق عليهم لما احط اللهم صل على النبي لما احط المهلبيه كده خلف خلاف كده. ووقفها كده، مش هسيبها متنيه عشان احط المهلبيه في قلبه. هرصها بقى، هرص نص لفه الجلاش وبعدين احط المهلبيه. ايوه
المهلبيه استوت اهي. ولا باين فيها جوز الهند ولا باين فيها ولا مخرزه ولا اي حاجه. جوز الهند بتدي طعم بس في البق اهي. انزل بقى اللهم صل على النبي بورقه الفانيليا دي، افضها عليها. لو وصل معايا لغايه هنا تحط لي لايك واشتراك وكومنت حلو كده. ربنا يخليكم يا رب، ما نحرم منكم يا رب ابدا، داخل مصر وخارج مصر والامه العربيه كلها كده. انزل بيها في وسط كده الطاجن اهي. لما بقى كلها علشان مش هعمل بقى حاجه تاني. لما بقى كلها كده كده. جيبهاش بقى على الحوافي خالص عشان انا فرشه زي ما انتوا شايفين كده كده في الوسط كده، وهسويه اهي. بس كده. وهاتي اللهم صل على النبي بقى التانية دي كده. كل اللي في اللي انا عملته ده هتني كده عليها من اليمه دي ومن اليمه دي كده. ومن اليمه دي كمان عشان ايه ما تجيش في الصينيه تقوم ايه تحرق ومش هتستوي. لو جت في الصينيه انتوا عارفين مش هتستوي اهي زي ما انتوا شايفين كده. هنزل اللهم صل على النبي بقى ارص بقيت ايه بقيت الغلاش عليها كده اهي كده. واديله بقى ايه دهنه سمن عشان يبقى مورق كده وحلو. بس بقى زي ما قلت لكم كده كده. كل رصه كل ورقتين عليهم دهنه سمن عشان انتوا عارفين ان الجلاش بيحب السمنه شويه يعني، هو والكنافه. هرصها بقى كلها وبعدين اوريها لكم. رصيتها اهي كده. لفه الجلاش خلصت. هدهنها برده سمنه كده من على الوش عشان بقى ايه ادخلها الفرن بقى. ادخلها الفرن من اللهم صل على النبي من تحت ومن فوق. اولع. هو الجلاش بيستوي من تحت زي من فوق كده. فانت دهنه حلوه كده سمنه من على الوش اهي كده. ادخلها بقى الفرن وبعد ما تستوي اوريها. ما شاء الله طلعتها اهو بس ما خدتش ثواني. ولعت عليها من فوق ومن تحت. الفرن بالكهرباء ضعيف يعني بيسويها من تحت زي من فوق. مش بصوا كده. عايزه بقى تسقي شربات كده. الشربات بارد وهي سخنه. اسقى بقى الشربات واسيبها لما تبرد خالص علشان انتوا عارفين الحاجه اللي بتتحشي كريمه او قشطه لازم تبرد خالص علشان ما ينفعش ايه تتقطع وهي اللهم صل على النبي سخنه اهي. قطعها بقى لما تبرد كده. او اللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك وكومنت حلو كده. اتفضلوا بقى كلوا جلاش معانا واشوفوا وشكم على خير ومع السلامه.